لو انت مدير اكيد قابلت النوع ده من الموظفين، موظف شاطر وعارف شغله كويس لكن عنده مشكله في اتيتيوده سواء معاك او مع زمايله، وده الموظف المتمرد. وفي اللحظه دي انت كمدير بتبقى محتار تمشيه من التيم وتخسر موظف جوكر ولا تسيبه وتستحمل دوشته. وفي الفيديو ده هقول لك ليه الموظف المتمرد بيعمل كده وازاي تتعامل معاه بدون اي خسائر. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. قبل ما تبدأ تدور على طرق للتعامل مع الموظف المتمرد، محتاج تعرف الأول إيه هي أصلاً أسباب تمرده. السبب الأول بيرجع للموظف نفسه. المتمرد بيبقى الإيجو عنده عالي، موظف شاطر ومتمكن من شغله لكن ما بيقبلش النقد. لما تديله أي ملحوظة في شغله أو في اتيتيوده مع زمايله ياخدها بشكل شخصي ويبدأ يدافع عن نفسه ويحاول يثبت بكل الطرق إن كلامك مش صحيح. ومن هنا يجي شعور الموظف إن مديره بيكرهه ومستقصده وعايز يمشيه. تاني سبب هو طبيعته الشخصية. في ناس من كتر ما شافت بقت مؤمنة بنظرية المؤامرة، دايما في سوء نية من ناحية الشخص اللي قدامه. يعني لو مر بتجربة مش كويسة مع مدير أو اتنين يبقى كل المديرين مش كويسين، ولما تنصحه هتلاقيه مندفع في كل ردوده قبل ما يسمع. ومش بس كده، ده هتلاقيه بيختار جزء معين من كلامك يفهمه غلط ويحرف فيه، وده بسبب أزمة الثقة اللي بقت عنده من كل الناس. تالت سبب هو الشعور بعدم التقدير. ما ينفعش تكون مدير أو تيم ليدر وما تشجعش الموظفين اللي معاك وتقدر شغلهم. دي واحدة من مهام شغلك على فكرة. تخيل معايا كده ان مطلوب منك تاسك معينة وانت مديها كل اهتمامك وبتحاول تطلعها بأحسن كواليتي، ويجي مديرك في الآخر يقول لك انها ما كانتش مستاهله وانك ما عملتش حاجه كبيره. يعني شعور عدم التقدير ده بيخلي الموظف بعد كده عنده لا مبالاه ومش فارق معاه اي حاجه، وساعتها هتبدا تتولد مشاعر التمرد. رابع سبب ضعف الاداره. الموظف المتمرد بيظهر لو حس ان مديره اقل منه في الخبره او في الكفاءه، وغالبا بيبدا يفتعل مشاكل علشان يظهر للناس قد ايه هو فاهم وان لولا خبرته مفيش اي حاجه تمشي. وده بقى ياخدنا لخامس سبب، السماح بتكرار الغلط. يعني ايه؟ جوه كل شغل معروف ايه ينفع وايه ما ينفعش، وسكوتك كمدير على حاجه مش صح حتى لو كانت بسيطة مع الوقت هيخلي النوع ده من الموظفين يستحل الغلط، ولو كلمته بعد كده ممكن يتطاول عليك. وممكن مع الوقت بدل ما يبقى عندك موظف واحد متمرد الناس تبدأ تقلده والإدارة كلها تبقى كده. ودلوقتي بعد ما عرفت كل الأسباب تقريبا، خليني أقول لك إزاي تتعامل مع الموظف المتمرد. أول حاجة اعمل 1 to 1. عايز تمشيها رسمي مشيها، عايزها دردشة في بريك مفيش مشكلة، المهم يبقى فيه خصوصية. ولو مشكلة طلعت خبرة حياتية مش كويسة أو عدم تقدير زي ما قلنا وفي إيدك تحلها، ابدأ اشتغل معاه عليها وساعده يطور من نفسه وخليه اون تراك. الموضوع ده لو عملته صح هيفرق معاه ومع التيم كله. ولو لقيت فيه مقاومه وما عرفتش تاخد منه اي معلومات تساعدك، ممكن تعمل سيرفي من غير اسماء بين الموظفين وتعرف منهم ايه مشاكلهم في الاداره او لو عندهم مشاكل مع حد من زمايلهم، وده بيكون بالتنسيق مع الاتش ار مش بشغل العصفره وانك توقع ما بينهم. تاني حاجه خلي اهداف الاداره واضحه. لما الناس بتعرف ايه المطلوب منها وتوصل له ازاي، ده مش هيخلي فيه فرصه لوجود شخص متمرد، وبالتالي كل واحد هيعرف حقه وحق شركته عليه. ومع المتمرد بقى ممكن تدور على اهداف مشتركه بينه وبين شركته وتفهمه ان من مصلحته ومصلحه الشركه انكم تحققوا الاهداف دي سوا، وده هيخليه يدور في البدايه على مصلحته، بس بعد شويه هيفهم يعني ايه فريق عمل، ومع الوقت هتوصل للنتيجه اللي بتدور عليها. ثالث حاجه قدر المجهود اللي بيقدمه. صحيح ان الموظف المتمرد بيعمل مشاكل، بس ما ننساش برضو انه شاطر ومنجز، والا ما كانش اتعين في مكانه وعمل اللي بيعمله. سؤال بقى، ليه الامكانيات دي مش بتظهر دايما؟ اهو ده بقى دورك انت كمدير انك تظهرها وتشتغل عليها اكتر. دايما خلي عنده حماس البدايات، وده من خلال تقديرك وتشجيعك. التقدير والمتابعه للموظف المتمرد هتخليه دايما عايز يدي في شغله اكتر. احنا قلنا في الاول الايجو عنده عالي، فدايما هتلاقيه عايز يظهر بشغله. طب انت كمدير ايه المشكله عندك دلوقتي في تقدير موظف قصاد شغله الهايل؟ لو رفضت وحسيت ان دي حاجه هتنقص منك يبقى انت اللي محتاج تراجع الايجو بتاعك. رابع حاجه خليك صبور. بعد ما قعدت معاه ووصلتوا لاتفاق ووعدك بنتائج مختلفه، ما تتوقعش انه يتغير برضه في يوم وليله، لانك في الفتره دي لو فكرت تعاقبه مش هيفرق معاه، بالعكس ده الموضوع ممكن يبوظ اكتر. والحل انك تبقى صبور معاه. انت هنا بتثبت حسن النيه اللي ما شافوش من مديرين تانيين، وكمان بتاكد له انك مش بتتصيد له اخطاء وعايز تمشيه زي ما هو فاهم. خامس حاجه خلي كل حاجه دوكيومنت. الموظف المتمرد بيكون فاهم كويس قانون العمل وسياسه شركته، عشان كده اول ما تلاقي حوارات بتدور جوه الشغل وحسيت ببذره موظف متمرد، اعمل حسابك انك توثق كل حاجه بينكم. واكيد الموضوع ده نسبي، احنا اتفقنا من الاول مش مطلوب منك انت كمان انك تكون سيء النيه، واكيد بحكم خبرتك هتعرف امتى تتعامل بالقانون وامتى تتعامل بروح القانون. في النهايه خليني اقول لك حاجه، بحكم منصبك انت ليك اليد العليا، فما تستخدمهاش غلط
وما تاخدش الامور بشكل شخصي، وسيب الايجو بتاعك على جنب. مصلحه الشغل فوق كل شيء. وبما اننا دلوقتي اكدنا على ان الموظف المتمرد وجوده ممكن يكون مكسب لينا ولشركتنا، وفي نفس الوقت ممكن يكون وجوده خطر كبير على باقي الموظفين، فلو عملت كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي وما لقيتش فيه اي تحسن، يبقى الحل الاسلم هو عدم وجوده وسط فريقك. وزي ما بيقول خساره قريبه ولا مكسب بعيد، بس قبلها اعمل اللي عليك وفهمه ان اللي بيعمله ده هيضره ومش هيوصله لاي حاجه، عشان لما يمشي فعلا تكون عملت اللي عليك وضميرك مرتاح وما تحسش انك سبب في قطع عيشه. وخليك فاكر ان المدير الصح هو اللي بيقوم بواجبه ويطلع مديرين اسوياء من بعده. ودلوقتي بقى عايزك تقولي في الكومنتس عن اخر كيس حصلت معاك مع النوع ده من الموظفين وازاي اتعاملت معاه. ولو عايز تسلك اكتر في سوق العمل ما تنساش تتابعني على كل المنصات: يوتيوب، فيسبوك، انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.